ازيكم يا جماعة؟ اي حد عنده تريد ميل في البيت، لو حضرتك عندكم مشاية كهربائية في البيت، فالفيديو ده مهم لكم. لو السر باظ او اتقطع عندكم بتاع المشاية محتاجين تغيروه، بس توفروا 1000 جنيه او اكتر لو هتغيروا السر. عندي مشاية كهربائية في البيت مركونة بقالها فترة كبيرة جدا، فحبيت اغير السر بتاعها. رحت شركة اجهزة رياضية جنب البيت عندي، فاخدت السير معايا، فكيته واخدته معايا، قلت لهم انا عايز سير زي ده، عايز اغيره. يعني قالوا له ماشي، التغيير هنجيب لك سير مستورد كويس وهنغيره لك. يعني التغيير بالتركيب، تغيير السير بالتركيب، حد هيجي يعني بعد فن لحضرتك يجيب لك سير جديد ويغيره لك في البيت. فقلت لهم السير بكام، التغيير والتركيب بكام؟ ب1900 جنيه تغيير السير علشان اغيره، حد يجي يركبه لي من الشركة دي. فانا قلت لهم مش هبقى اشوف كده وهجيلكم مرة كمان. فروحت البيت ففكرت، قلت اشوف السر ده بيتباع فين واحاول انا اشتريه. يعني اشوفه بيتباع فين وانا اشتريه واغيره، واشوف يعني علشان احاول ان ايه اوفر فلوس. فعملت سيرش علشان اوصل اشوف السر ده بيتباع فين واعرف سعره كام وانا اشتريه واغيره، واشوف يعني علشان احاول ان ايه اوفر فلوس. وصلت الشركة بتبيع السيور دي، الشركة دي عند في حدائق القبة. تواصلت معاهم واخدت رقمهم من على الصفحة واتصلت عليهم. لما اقول لكم عنوان الشركة والرقم بتاعهم كده علشان تتواصلوا معاهم. بالنسبة لو انتم سكان القاهرة، الموضوع بالنسبة لكم سهل جدا. لو انتم مكان تاني، اتمنى تكونوا فهمتوا هتعملوا ايه. المهم عنوان الشركة، هتروحوا حدائق القبة وبقصر القبة على ايديكم اليمين، وعلى شمالكم في مدرسة اسمها مدرسة النقراشي. بعد المدرسة دي الشركة دي، الرقم هو هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة عشان تتواصلوا معاهم وكده. او هسيب لكم العنوان بتاعهم والموبايل ورقم الموبايل في الديسكريبشن تحت او في اول كومنت. تمام. بالظبط، رحت هناك اخدت السر القديم معايا، قلت لهم عايز سر زي ده، عايز سر بس يكون مستورد. قالوا لي كل السر اللي عندنا مستوردة وممتازة جدا. فماشي، قلت لهم ماشي السعر. قلت لهم موجود؟ قالوا لي اه موجود وكده. السعر بكام؟ قالوا لي ب750 جنيه. انا ما كانش معايا غير 700 جنيه بس. قلت لهم يبقى لكم 50 جنيه عندي. قالوا لي مفيش مشكله، تحت امرك يا فندم. بس ومشيت اخدت السير وجيت انا ركبتهم وكده. فيا جماعه، وفروا فلوس وهتجيبوا سير مستورد زي اللي كنتم هتجيبوه من شركه الاجهزه الرياضيه اللي في المنطقه اللي انتم ساكنين فيهم، المكان اللي انتم ساكنين فيه، او هتروحوا شركه اجهزه في اي اجهزه رياضيه في اي مكان تاني، فهتجيبوا سير مستورد ونضيف زي اللي كنت هتجيبوه من الشركه التانية. ويمكن افضل كمان، انا جبت السير بصراحه فوق الممتاز وحاجه نضيفه جدا. بس يا جماعه كده هتوفروا فلوس، اتمنى اكون فدتكم وساعدتكم بالفيديو ده. يا جماعه، عايز اقول لكم ان هو يعني ممكن تلاقوا يعني حسب السر اللي انتوا هتاخدوا معاكم مقاسه قد ايه، فممكن تجيبوه اغلى من ما انا جبته. يعني السر اللي انا غيرته ما كان مقاسه تقريبا، طوله كان متر ونص. هو حسب يعني مقاس السر، يعني انتوا ممكن تجيبوه ب1000 جنيه، بأقل شوية يعني كده. المهم يعني، المهم انكم هتوفروا يعني. بس ده تنويه حبيت اقول لحضراتكم. انا كده وفرت 1200 تقريبا، يعني السير ب700 جنيه وليهم عندي 50 جنيه مفيش مشكلة، وقالوا لي مفيش مشكلة وكده. ويعني كده انا وفرت 1200 جنيه. انتم كمان هتوفروا تقريبا 1000 جنيه او اكتر. اتمنى تشيروا الفيديو ده علشان نساعد كل الناس هم يقدروا يوفروا في الفلوس. كل يوم الحاجة بتغلى وكل يوم في ضغط. 100% يا جماعة، انتوا هتوفروا فلوس. 100% هتوفروا فلوس، انا باكد لكم ده. طبعا في معظمكم او كلكم مش هتعرفوا انكم تفكوا السر القديم وتجيبوا سر جديد وتركبوه، انا عارف ده كويس. مش انا هقولكم هتعملوه. هتقصوا مثلا السر، تقصوا السر القديم اللي عندكم، هو كده بايظ متقطع، تقصوه، تاخدوا الشركة دي وتروحوا تجيبوا سر مستورد، حاجة نضيفة من عندهم. وبالنسبة بقى للتركيب، هتركبوه ازاي؟ انتوا مش هتعرفوا طبعا.
يعني 95% من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده مش هيعرفوا انهم يفكوا السير القديم ويجيبوا سير جديد ويركبوه. المهم هتجيبوا السير ماشي الجديد، وهتيجوا هترجعوا على البيت، هتروحوا بقى شركة أجهزة رياضية جنبكم، هتجيبوا فني من الشركة يركب السير فقط. يعني هو جاي هيركب السير ده، فأكيد هياخدوا فلوس حاجة بسيطة يعني مش كتير. بس كده المشكلة اتحلت ووفرتم فلوس. وبأكد لكم انكم هتوفروا تقريبا 1000 جنيه او اكتر. بس يا جماعة بتمنى اكون ساعدتكم وفدتكم بالفيديو ده. ولو استفدتم من الفيديو ده اشتركوا في القناة سبسكرايب، علشان يوصلكوا اي فيديو جديد تاني اقدر اساعدكم بيه. ومتنسوش بقى لايك وشيروا، واعملوا شيروا الفيديو ده، اعملوا شير للفيديو ده علشان ناس كتير جدا نقدر نساعدهم انهم يوفروا فلوس لو السير المشاة عندهم باظ محتاجين يغيروا سير جديد وكده. وشكرا يا جماعة، وانا عملت الفيديو ده لمساعدتكم مش اكتر. السلام عليكم.